يحاول الصين أن تغير ثقافة هذا الشعب، تغير ارتباطه بدينه. طبعا بحجة الشيوعية دكتورة يعني. تزوج المسلمات من الصينيين إجباري، تزويج البنات المسلمات من الصينيين إجباري. يعني أنا لا أعتقد أنه حدث في أي مرحلة من مراحل التاريخ مثل هذا يعني التدخل السافر في عقائد الناس وفي ثقافتهم وفي حياتهم. كل حقوق الإنسان، حرية الكلام، حرية الاعتقاد غير موجود نهائيا. الاعتقالات، النفي، التعذيب، ناس تختفي، في مواطن في بلد يختفي ما حدش يعرف هو مثلا راح فين، استحالة. طبعا هذا امام صمت عربي واسلامي مطبق. يعني هو الحقيقه المساله بيحكمها عده حاجات. اولا التعتيم الكامل على ما يجري هناك، وتصوير الصين للمساله دائما على انها شأن داخلي لا احد يتدخل. ثم بتتدخل مجموعه بقى من العوامل، المصالح الاقتصاديه والمصالح السياسيه. لكن الحقيقه لا نستطيع ان ننكر ان هناك دول بتقدم دعم معنوي ودعم مادي لمن يعيش على أرضها من التركستانيين، وبتدعم إلى حد ما قضية التركستانيين من منطلق حقوق الإنسان. دكتور يعني في الدقائق الأخيرة فقط نتحدث عن الانتفاضات التي حدثت في تركستان. هو حدث عدة انتفاضات، يمكن سنة 97 و99 مرتين، و2008 و2009. يعني 2008 و2009 حصل يعني 4 انتفاضات. يعني يذهب عدد هائل من القتلى والجرحى والمغيبين، ولكن بسبب التعتيم الإعلامي لا أحد يعرف عن الواقع. يعني حينما نتحدث عن حقوق الإنسان دائما الصين تتهم بانتهاكات حقوق الإنسان، لكن التقرير الذي يصدر عن منظمة حقوق الإنسان لا يضع يعني تفسير أين هذه الأمور تحدث. فالمستمع أو القارئ لهذا التقرير أظن أن الحالة تنطبق على الصين بشكل عام. لا هو يتكلم عن المسلمين وعلى الأيغور على وجه التحديد، يتكلم عن حالات يعني الإجهاض الإجباري، منع الممارسات، حرية الاعتقاد، منع حرية التعبير. هم يتناولوا قضية المسلمين التركستانيين مش من منظور حقوق الإنسان بالمفهوم الغربي، القتل بدون سبب، الحبس بدون محاكمة، واخد بال حضرتك، الاعتقالات بدون سبب قانوني. يعني هم يتناولوا الأحداث من هذه الزاوية. لكن واقع الأمر أن أهل يعني الأتراك الأيغور هناك أساس ثورتهم أولا التمييز في التعامل بينهم وبين الصينيين. أن الصينيين يأخذون الحقوق الكبرى في أرض هي أرضهم، وهم كأصحاب الأرض الأصليين بيحرموا من يعني دخل الفرد هناك $50 في العام، يعني تحت خط الفقر. خط الفقر أظن يمكن $1 في اليوم، $50 في العام دخل الفرد في بلاد هي من أغنى بلاد الدنيا. يعني بعض الكتاب قالوا أنهم يعني كمان يمسك إناء من ذهب لكن فاضي، هو مش هيقدر يأكل. هذا هو وضع المسلمين هناك، اضطهاد على المستوى العقدي، على مستوى الدين، على المستوى الإنساني، على المستوى الحياتي. المدارس يجبروا إجبارا على عدم التعلم بلغتهم والتعلم باللغة الصينية، وإلا لا يتعلمون الكيمياء والطب والهندسة. لهم أنواع معينة من التعليم لا يتخطوها. هذا منتهى يعني التمييز. إذا حتى الصين قالت أنهم مواطنين، لابد أن يتعامل المواطنون يعاملوا جميعا على قدم المساواة. وهذه طبعا الأحداث الأخيرة أيضا ربطتها الصين بالإرهاب، يعني هذا لا هو هذا الإرهاب جاء يعني وسيلة لقمع أي نوع من يعني المطالبة بالحقوق. يقولون أنه قتل مثلا شخص أو شخصان، في حين يعني المصادر داخل تركستان تقول 100 و150 وهكذا. يعني لا الأرقام التي تتحدث عنها الصين غير صحيحة، والصين قطعت الاتصالات مع العالم بالزبط. في هذه البقعة المضطربة، ولا أحد يعرف ماذا يحصل داخل يعني تركستان. إذا كان مجموعة من الأيغور يعني بيطالبون بمحاكمة
من قتلوا زملائهم، أو لا يكون المقابل أن يطلق عليهم الرصاص. وبعدين ماذا يملكون من أسلحة إلى حجارة يعني وأشياء بسيطة. كيف تفسر الدكتورة هذا الصمت العربي والإسلامي المطبق؟ يعني والعرب طبعا والمسلمون بإمكانهم أن يفعلوا الكثير، يعني هناك علاقات تجارية هائلة مع الصين بالضبط، ولكن لا أحد يتحدث. صمت كامل. يعني الصين اليوم فقط التصريح الذي أدلى به رئيس وزراء تركيا. الصين منتجة بكميات كبيرة على أساس أنها بتغزو أسواق العالم. هذه الأسواق إن لم تستخدم هذا المنتج الصيني ماذا ستفعل به؟ يعني العرب يستخدمون حوالي 30% من منتجات الصين بعشرات المليارات من الدولارات. هذا بلا عنف، بلا أي نوع من نستطيع أن نقاطع هذه المنتجات الصينية. يعني رمضان قادم وسنجد الفوانيس الصينية والطواقي الصينية. الصين تنتج كل شيء وتصدر إلى المنطقة العربية والدول الإسلامية كميات هائلة. والعرب والمسلمون يعني بإمكانهم فعل الكثير بالضبط، يعني مجرد والتأثير اقتصاديا على الصين دعما لهذا الشعب المسكين. بلا شك نحن يعني نشكرك في نهاية هذا اللقاء دكتورة، شكرا جزيلا، ونتمنى أيضا أن نلتقي دائما بالدكتورة ماجدة. كما أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة وموضوع آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.